سامر المصري يتغنى باستضافة قطر لمونديال 2022 على طريقته الخاصة. شارك الفنان السوري سامر المصري حملة الترحيب العربية باستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وحل المصري ضيفا في برنامج أرحبوا في قطر على قناة بي إن سبورت. وغنى الممثل السوري باستضافة قطر للمونديال على طريقته الخاصة من خلال شخصيته الشهيرة أبو جانتي، ليعبر من خلال بيت من الشعر على طريقة ترحيب أبو جانتي بالركاب الذين كان يقلهم في سيارته اللانسر. هل يا قطر أنا حبك عبالي، وبمونديالك أنا لسهر ليالي. يا قطر أنا حبك عبالي، وكرمالك أنا لسهر ليالي. The night is long يا حلمي وحياتي، without World Cup is empty يا خالي. Oh how many times قلت استنيني you go far away ما ناطرتيني. How many times قلت استنيني you go far away ما ناطرتيني. If you let me alone ليش زعلتيني. Come on my darling ليه ترحلونا لدلعونا وعلى دلعونا. باي باي الغربي قاطر حانونا على دلعونا وعلى دلعونا. المونديال بأرضك أحلى ما يكون. أغنية المصري لاقت ترحيبا كبيرا من قبل الجمهور، مؤكدين على ثقتهم بأن مونديال قطر سيكون أفضل مونديال يقام لهذا الحدث الرياضي حتى الآن. ورأى الكثيرون أن استضافة قطر لهذا الحدث سيؤكد للعالم أجمع على قدرات وإمكانيات الدول العربية بأن تكون وجهة لكل العالم. تتجه الأنظار يوم الأحد 20 نوفمبر تشرين الثاني إلى استاد البيت الذي سيشهد افتتاح أول مونديال في بلد عربي، وسط ترقب كبير لنسخة قطر 2022، والتي يتوقع أن تكون استثنائية في ظل جدل لا يزال يدور حولها وسط تجهز البلاد بحلتها العربية، وهذا من أجل استضافة المشجعين من مختلف دول العالم. وسيستضيف استاد البيت بتصميمه المستوحى من الخيمة التي يسكنها أهل البادية، وترتبط بكرم الضيافة حفل الافتتاح أولا ثم المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور. بالتوفيق للمنتخب القطري.